اللي يبص في قائمه الاهلي لماتش المقاولين هيقول الله 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 الله، هو في ايه؟ مع الكلام اللي بينتشر ويتوغل ويستمر. الكلام اللي بينتشر ان في قصه لكهربا وان في قصه لعبد المنعم، مش كده؟ والاتنين مش موجودين في القايمه. عبد المنعم للمره الثانيه الماتش اللي فات، عبد المنعم مش موجود ماتش البنك الاهلي، وكهربا حركه تريكه كده يعني نزل متاخر الملعب، يعني حاجات كده تريكات ياخد بالها يعني الناس اللي قاعده ايه راقمه عينيها على كهربا. وبعدين التمرينتين الاخرانيين ما جاش. تسال يقول لك اصله عنده التواء في القدم، واللي يقول لك عنده انفلونزا، واللي يقول لك مقموص. يعني الثلاث اجابات اتقالوا. لكن كهربا الحقيقه لعيب كبير، حظه ان في انفجار لمهاجم اسمه اسامه ابو علي. طب كولر يعمل ايه؟ يعني لو كهربا تولى تدريب الاهلي هيلعب اسامه ابو علي يعني يتهيألي يعني والله يعني، او والده مثلا هيلعب اسامه ابو علي. ده لعيب هداف الدوري، جه في نص الدوري، دلوقتي هداف الدوري. طب نعمل ايه كده؟ كل ماتش يعني باليمين شغال، بالدماغ شغال، بالشمال شغال، على رجلها تنور، على ظهرها تنور، وعارفين انتوا. طب كولر هيعمل ايه؟ بصراحه ده لو قعد وسام ابو علي ممكن الجمهور يقلب عليه. فحظ كهربا السيء ان هو كولر كان بيحب مودست جدا، فحاول ينفخ في صورته، بس القربه مقطوعه، كل ما يملاها ميه من فوق تدلدق من تحت. يبقى عارف انت، يقول لك القربه انت بتنفخ في قربه مقطوعه. ده كان مودست. فعلى حظ كهربا الراجل كان بيدي المودست شويه على حساب كهربا، وده حقيقه. لكن وسام محدش يقدر يقعده بصراحه. ادي كهربا. عبد المنعم عايز يمشي. عبد المنعم حاسس انه هو لو راح اوروبا هيبقى يعني بص، هيعدي الواد السنغالي ده اللي راح السعوديه، كوليبالي اللي كان في تشيلسي ده عامل فيها هيركليز. ومن ساعه ما كوليبالي هو السبب، وكوليبالي قابله في كاس الامم بتاعه 2022 لو تفتكروا، لما منعم كيروش اداله الفرصه. وظهور عبد المنعم الحقيقي كان يناير 22 لو تفتكروا، لما اتصاب حجازي واتصاب الونشو وعبد المنعم ظهر وبعد كده الاهلي في اخر لحظه في اخر يوم قطع اعارته وايده. فاكرين انتوا القصه دي؟ وبعدين راح لعب معاهم كاس العالم للانديه لما لعيبه المنتخب اتاخرت. فاكرين الفيلم ده؟ البدايه الحقيقيه لعبد المنعم كانت يناير 2022. فانا كوليبالي قال له وقتها انت هتبقى مدافع افريقيا الاول. وقتها في الماتش بتاع مصر والسنغال في هذا التصريح انتشر في الوكالات في كل حته. هي شكلها بقى راكبه في دماغ عبد المنعم من هذه اللحظه، عايز يروح اوروبا، هيتجنن ويطلع لاوروبا. وعبد المنعم الحقيقه لعيب كبير جدا ومدافع جامد جدا، وشايل ديفنس النادي الاهلي، واكتر لعيب لعب في اخر 5 سنين في مصر ماتشات هو عبد المنعم. ده معناه انه لا غنى عنه. يعني لسه كولر بيريحوا الماتش اللي فات والماتش ده لما خد الدوري. خلاص يعني بصوا ريح كل اللعيبه قدام اي حد الا عبد المنعم. عد كده اللعيبه من فوق لتحت، من اول الشناوي لغايه وسام ابو علي، هتلاقي كل اللعيبه كانت بتريح، والتدوير اللي بيعمله كل الكلام ده الا عبد المنعم. مع تفصيل اللوز مع اخبار عن النادي الاهلي، مع اخبار عن الفرق المصريه، مع اخبار عن الفرق العالميه، فما تروحش من بعيد. وخير النبي صلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على لايك، ما عجبكش الفيديو برده ما تبخلش على لايك، واوعى تجري الفيديو، اوعى تجري الفيديو. خش على الاخبار ونرجع بقى للتفاصيل، لان معايا تفاصيل اللوز معايا اخبار مش هتلاقي عندها حد. محمود بسيوني حكما لمباراه الاهلي والمقاولون اليوم. غياب الشناوي وكهربا وعبد المنعم امام المقاولون. معاه تفصيله احكي لك عليها. الاهلي يتفاوض مع اللاعب جمال الشماخ لاعب حسنيه اغادير، واقول لك بالظبط تفصيله اللوز عليها. نيس الفرنسي يرغب في ضم عبد المنعم ب 2 مليون يورو. معاها تفصيله برضه. تقديم موعد مباراه الزمالك وانبي
لتلعب في السابعه بدلا من التاسعه طبعا عشان المنتخب المنتخب اهم طبعا. احمد فتحي يقترب من العوده للاسماعيلي بعد انتهاء عقده مع بيراميدز. كايزر تشيفز ماله عربي اعلن تعاقده مع سيرينو لاعب صن داونز السابق. ايقاف مباراه ريال مدريد وبرشلونه في امريكا بسبب الصواعق. انا مش عارف ازاي كاس العالم هيتلعب في امريكا. على فكره الاستادات مش متغطيه من فوق، الاستادات مفتوحه فمعرضه لنزول الامطار بقى والصواعق والكلام ده كله، يعني كل مباراه هتقف. مش فاهم الصراحه الحته دي. ليفربول بيفوز على مانشستر يونايتد 3-0. عندي في بقى تصريح الصحف الفرنسيه، بص كاتباه، يا ريت لعيبه المنتخب تبص على التصريح ده ويبقى حافز ليهم. صحف فرنسا: سنلعب امام المنافس الاضعف وسننهي رحلتهم. بص يا ريت التصريح ده يتحط كده قدام لاعبي منتخب مصر. رسميا بورتو بطلا لكاس السوبر البرتغالي. بكشتاش ماله عرب بطلا لكاس السوبر التركي على حساب جالاتا سراي 5-0. حكايه وقصه قصه. ونسيت تصلي على الحبيب، صلي على النبي دلوقتي، ونسيت تدي اللايك دلوقتي حالا بعد اذن حضرتك. بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 10 ان شاء الله سبحانه وتعالى المنتخب هيلاعب فرنسا. يا ريت كل الجماهير، ولا زمالك ولا اهلي ولا زمالك، ده يا جدعان منتخب مصر. ده مين يا ابو سيد؟ منتخب مصر. منتخب مصر يعني ما فيش حاجه اسمها اهلي، ما فيش حاجه اسمها زمالك، ما فيش حاجه اسمها اسماعيلي، ما فيش حاجه اسمها مصر، ما فيش حاجه اسمها بيراميدز، لا كله تحت مظله منتخب مصر. كله بيلعب باسم مصر، كله بيحب مصر، كله بيحب منتخب مصر. ما فيش حاجه اسمها زيزو، ما فيش حاجه اسمها حمزه علاء، ما فيش حاجه اسمها عكوكه، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده كله، لا. يا ريت الجماهير كلها مصر، ما فيش اهلي ما فيش زمالك، مصر. ويا ريت لعيبه منتخب. انا اللي خايف من المباراه، مش خايف من فرنسا لا، ده منتخب مجنس كله على فكره عشان تبقى فاهم. يعني هتلاقي كلهم افارقه، واحد او اتنين فرنسي ممكن ما تلاقيش منهم فرنسيين، كلهم افارقه متجنسين. اللي خايف بس من حته البدني بتاع اللاعبين المصريين. احنا شفنا في مباراه باراجواي البدني بتاع اللعيبه وقع جامد، مع انه كان احسن من باراجواي، بس انت هتلاعب فرقه اعلى شويه. هتلاقي النني تعب، هتلاقي احمد سيد زيزو تعب، هتلاقي شحاته تعب، هتلاقي صابر تعب. بص فانت هتلاقي لعيبه كتير جدا من منتخب مصر تعبت. فانا خايف من العامل البدني في المباراه، والله مش خايف من منتخب فرنسا. احنا احسن، احنا عملنا مباراه على اسبانيا لوز اللوز، عملنا مباراه على باراجواي لوز اللوز، على اوزبكستان لوز اللوز. الدنيا ما كناش احسن حاجه، بس لمينا نفسنا بسرعه والدنيا بقت حلوه. فربنا ييسر الحال ويكون حلفنا الفوز ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونقدر نكسب فرنسا علشان خاطر الكلام بتاع الصحف الفرنسيه اللي هو سنلعب امام المنافس الاضعف. يا سيدي ماشي، بص بقى 11 راجل في الملعب هيوريكم مين المنافس الاضعف. طيب الاهلي يا سيدي في مباراه المقاولين غياب الشناوي وكهربا وعبد المنعم، كل واحد ليه سبب. غياب الشناوي مش هيقعد احتياطي، لا مصطفى شوبير ولا الزنفولي. محمد عبد المنعم بيتمارض وبيضغط على النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يوافق على رحيله. النادي الاهلي ما بيتلويش دراعه. كهربا، اجيلك على قصه كهربا يا سيدي. كل الناس طالعه بتقول لك كهربا بيتمارض، كهربا هيمشي، كهربا مش عارف ايه، كهربا. انا اقدر اقول لك حاجه، ان كهربا فعلا خلاص وصل لطريق مسدود مع مارسيل كولر مش عايزه مع النادي الاهلي. لكن كهربا بيتمارض لا، كهربا عنده اصابه التواء في الكاحل، وبيعمل جلسات جيم. مفيش حاجه اسمها تمرض، مفيش حاجه اسمها اصل انا سمعت ايه يعني يقول لك استاذن يومين لا، الراجل ما بيتدربش في التدريبات الجماعيه علشان عنده اصابه التواء في الكاحل. تاني كهربا مفيش تمارض، ما بيتمرطش. كهربا زعلان انه ما بيلعبش، لكن كهربا مفيش حاجه اسمها لا انا مش هلعب بقى. انا كهربا بيدور على قد احتراف، كهربا وصل له عرض شفهي من نادي في السعوديه، بس ما بيرضيش طموح كهربا، مش الفلوس اللي عايزها كهربا. في عرض قطري دخل في الصوره فممكن كهربا يروح القطر، ممكن يروح قطر. كهربا هيلعب مع النادي الاهلي يا ابو سيد الموسم اللي جاي، اقدر اقول لك بنسبه 90% 95% بل 99% لا. خلاص كهربا ومارسيل كولر من ساعه فرح اخت كهربا وانت تلاحظ ان العلاقه ما بقتش احسن حاجه. العلاقه مش احسن حاجه. وبعد كمان كهربا ما موديست نزل ايام ما كان بيلعب موديست، وكهربا او موديست كان ماشي، وكهربا المفروض اللي كان ينزل، وكهربا ساب دكه البدلاء ومشي. خلاص العلاقه بقت مش اللي هي. الاجانب بص يا سيدي، الاجانب اللي في النادي الاهلي
غربله زي اللوز، مش هيبقى فيه غير واحد بس. كابتن احمد شوبير امبارح خد بالك قال لك ان في لاعب اجنبي من النادي الاهلي هيمشي بعد ديانج، والنادي الاهلي يعني في سريه تامه في تفاوض مع 2 لعيبه اجانب ولاعب محلي تاني. كابتن احمد شوبير على صفحته الرسميه قال لك ان في لاعب اجنبي هيمشي من النادي الاهلي، وقال لك النادي الاهلي بيتفاوض مع صفقتين اجنبيتين في سريه تامه التامه، محدش عارف اسمهم ايه. والاهلي بيتفاوض برضه في سريه تامه مع لاعب محلي. واضحه. مين اللي هيقعد يا ابو سيد من الاجانب؟ رضا سليم. سبحان مغير الاحوال. يعني يا سيد، يعني مارسيل كولر قال لك انا عايز رضا سليم، انا عايز بيرسي تاو، مش عايز رضا سليم. هوب تتقلب الايه. مارسيل كولر يقول لك لا خلي رضا سليم وبيرسي تاو باي باي مع السلامه. طب بس يا سيد بتقول جمال الشماخ ومش جمال الشماخ وطرد وكيله. الفرقه بتاع حسنية اغادير معسكره فين؟ معسكره في الامارات. تمام. الراجل الوكيل بتاع جمال الشماخ بص بقى رايح جاي على مسؤولين حسنية اغادير في الفندق بتاع المعسكر في الامارات. الناس من كتر يعني الكلاحه والزن طردوه. قال لك مش هنتعامل معاه تاني، مش اللي شكله راجل خبط معاهم جامد، مش هنتعامل مع الراجل الطيب ده تاني. اللي عاوز يتفاوض معانا منه له كده، من على يعني ايه، من مسؤولين النادي الاهلي لمسؤولين نادي حسنية اغادير. مفيش وسيط خالص. المدير الفني متمسك بجمال الشماخ. ليه يا عم الحاج متمسك؟ عندهم وقف كتير. قال لك اللاعب اللي هيمشي مش هعرف اعوضه، لكن اللاعب منقطع عن التدريبات. اللاعب عايز النادي الاهلي. قال لك انا عايز النادي الاهلي. قال لهم كده انا عايز النادي الاهلي، لو جالي عرض من اوروبا لا انا هلعب في النادي الاهلي. واضحه صريحه. محمد عبد المنعم انا قلت لك المباراه اللي فاتت، انا قلت لك محمد عبد المنعم غيابه مش عشان خاطر للراحه. محمد عبد المنعم تفكيره مشتت، الراجل مش فاضي، الراجل عنده عرض من نيس الفرنسي يا عم الحاج باع كام؟ 2.5 مليون دولار. الاهلي بيقول لك لا مش هقدر ابيعه غير مش اقل من 6 مليون دولار. نيس الفرنسي هيقدم عرض جديد للنادي الاهلي. نيس الفرنسي باع المدافع بتاعه الاساسي لليوفنتوس الايطالي ب 15 مليون يورو. نيجي بقى هنا هو بقى عند الحته بقى اللي هي لا النادي الاهلي ندفع 2 وبعد كده نبيعه ب 15. صعبه. فمحمد عبد المنعم بيضغط على اداره النادي الاهلي. محمد عبد المنعم بالمناسبه لسه في عقده سنتين، يعني لا يحق له يمضي في يناير ولا مش في يناير. محمد عبد المنعم انت لاعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بتلويش دراعه. النادي الاهلي حفظا ماشي، انت عايز تحترف حاضر احنا معانا، انا معاك على فكره ان انت تحترف كاداره النادي الاهلي، بتقول لي لاعب كده بس هاتين عرض كويس يليق بيك ويليق باسم النادي الاهلي. ما تجيش تجيب لي عرض ده ابراهيم عادل يعني بيراميدز حط 10 مليون دولار يا جدعان، 10 مليون دولار فابراهيم عادل. فانا لما اجي احط 6 تقول لي الحكايه والروايه عبد المنعم، ما ينفعش. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، ونسيت تصلي على الحبيب، صلي على النبي دلوقتي، ونسيت تدي لايك دلوقتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.